وعيني 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 على الأحباب بويا وعيني عيني على الأحباب تسيل أبكي إذ فارقتك يوما يا أم المصائب يا زين يا خويا أبكي إذ فارقتك يوما فكيف إذا كان الفراق طويل كيف إذا كان بين الفراق طويل خلينا ونن على اخواني يا اي مرحومه هالدمع ابويا اي والله. نعم زينب فارقت الاهل والاحبه يا دخلت على دار الحسين خاليها تذكرت حنان الاخوه. شو تقولها؟ تقول خلونا ونن على اخوان خلونا ونن على اخوان خذاها يوم غفل من زمان يا اخويا يا ابن خذاها يوم خذاهم غفل من زمان وغيابهم كلش عماني تقول عمي على الخوان عيني عمي عمي على الخوان عيني خويا وبغيابهم ضاعت سنيني تقول على الخوان ما يبطل ونين ابويا يا ابويا الاخ عزيز ابويا يا على الخوامين على الخوان ما يبطل ونيني تقول حرمه وريد الاخو هيبه اي والله صدق الاخو يا زين ما يا حرمه وريد الاخو هيبه ابن امي الزاج حليبه راح الاخو منين اجيب رامح راح الاخو منين اجيب تقول حنين الاخو من يمر بيا مايا وين المفارق الاخو سعد الله قلب الحسين. تقول زينب فراق مر العشيره ابو فاضل رجع الحسين محني الظهر وفراق الاخو يحنى الظهر صدق والله
حنين 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 الأخو من يمر بيما ومحلاه محلاه وقت المغربي يا ما سور حمل والا علي يا اخويا يا سور حمل الوال علي بعد زينب شو تقول تقول هيبه الاخو يرد لي عيلو شلون حالك يا الله اي والله نظر لهالمجلس لقضاء الحوائج يا الله لشفاء المرض هيبه 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 يا هيبه الاخو يرد لي عيلو اللي عيلو ومرفوع راس من يحضرون يا اخو ومرفوع راس من يحضرون خويا والشدة ذا مرة ويحلوم عيون يا شلها الاخت لو راح اخوها يا شلها الاخت لو راح اخوها شلون تعيش عقب الدللو راح واهلها زينب كلهم شلها يا شلها الاخت لو راح اخوها شلون تعيش ويا عقب الدللوها ويا تشبع حضم لو ما اجوها يا اخو وين راح زينبها تعاتب الموت زينبها عاتبة يا موت الخذايا الخذايا يوم يا غير ياخذني وياه يا غير ياخذني وياهم شي يصير الحياة لو شال وراه شي يصير الحياة اخ يا ابنو بعد زينبها شو تقولها تقول عمر شي في ميد لو ما بيه الحبايا اي والله صدق يا عمر شي في ميد لو ما بيه الحبايب تقصد يا قلب بعد يا باب هي راحة وهلها زينب كده
يا تقصيد يا قلب بعد يا بايب وشكاي همك ضم التراب نعم موقف لزينب روح لها الفداء ها وقفت على الاجساد عم علي دلني على قبر ابن والدي وين راحتها للعباس روح له الفداء يا لا عم يا زينب هذا قبر عمي العباس صاح زينب ها اريد اكسر قلبك ها لقضاء الحوائج يا الله يا قمر العشيرة عندنا حوائج يمكم وعندنا مرضى وصونا ها صاح زين بتقل بلادي خويا عمت عين ولا اشوفك بلادي بلادي خويا عمت عين ولا اشوفك بلادي يا بن والد الوقت فرض يا اخويا بلادي يا ابن والد الوقت فرني بلادي رحت ومودع الباري بلادي انتهت ما بي شام وغاذري بعد زينب ها بعد العتاب ويا قمر العشيرة وحكها زينب تعاتب العباس ايش قالت لها الاخويا لا تقول ضيعت الاخو ما ضيع الاخوة قمر العشيرة شلون اخوها هنيئا لك يا ابو فاضل والله تقول او تقول اخويا او يا لدق ضيعت الاخو اي الاخوه ويا وانا ما خوذة عباس قوة اولاد اول ما عندك امروه انا ما خوذة عباس قوة بعدها اريد شوية اعرج بيك ها لما دفن الاجساد روح لهم الفداء عم زين العابدين دفن الاجساد ها يا اخ موقفها دفنت حسين يا السجاد عم دفنت حسين يا السجاد عم يدق اخوي حسين ظل مطروح جسم
وويلاه ذبيح ذبيحة وعلى أرض مسفوح دم. يا ما حد يا عم يا السجايا يا ديم تقل عفته بلا دفن بالغاذرية. شقلها يقلها يا عمه يا عمه يا عمه يقلها اي والله وغلاتك ابوي حسين واريته وجيتك للظنين يا عمه نسيتك دفنت وقلت له يا عمه بوصيتك. شنو الوصيه ها؟ زينب عمت راح السبي. الله يساعد قلب الحسين ها. زينب عمت راح السبي. بعد وين راح؟ هنيئا لكم بهالمجلس المبارك والله لقضاء الحوائج والله شفاء المرضى ها. من اوصانا بالدعاء ايه يا زينب عمه والعباس عمي دفنت بلا جفوف وزاد هم. يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب عمه والعباس عمي دفنت وبلا جفوف وزاد همي. تمنيتك يا عمه هناك تمنيتك يا عمه هناك تعيني تعيني واشد وياك عزمي وندفن عمي يا عم سوي وندفن عمي يا عم سوي. يقول السجاد ها نعم دفن الحسين روح له الفداء. يقول له يا ابويا شلون دفنك هالمسي يا ابو يا ابو شلون دفنك هالمسي او جسمك طحنت اخي ولا لمي وويلها. اسمعها شقله بعد سجاده يقول له اشيلك بويا وتطيح من ايدي علي لولا بعد ظل حي قلبي يا ابوي يا علي لولا بعد ظل حي يا قلبي. عندنا عزازم فارقينهم خدمة الحسين اي والله خادم الامام الحسين نور بحيت ابو علي اي والله اذكر اعزازنا ابويا واحبابنا هذا خادم الحسين يستاهل والله هنيئا له ان شاء الله شفيع الحسين اي والله يوقف للحسين وعلي يا زيمين ايام المحنة اللي قضيناها سوا وذيك
وعلي زين ابو علي ابويا وعلي زين يا المحنة يا اخويا القضينا اسوى وذيك اهلنا اهلنا يا اعزاز هواي من عدهم دفنا يا ابو الزوايا يا زعزام يا هواي من عدهم دفنا دفنا ونيت والون على ون وصفي ابوي الشال عن ونيت والون على ون ويا وصفي اخوي الشال عنا ما يعود خل نقطع الظنا شالوا هالجنازة قبال العيون شلون لما حمل ابوي خادم الحسين ابو علها شالوها الجنازة قبال العيون خلصت وانتهى ذيك المحنة يا ابو المحنة راحت وانتهت قعداتنا ويا ما تطشر يا وسف ونحل شمنا يا ابو شمنا يا محلى القاياك يا الغادر يا محلى القاياك شو يقول له ابن ابويا اسمعنا على ابويا خلص ضواياك ذاك العمر خلص ضواياك ابويا وشلون ننساك ابويا تفتر علي وشلون انساك اخ موقف لزينب روح لها الفداء نعم دخلت زينب على دار الحسين خايوالي تذكرت حنان الأخوة يا نايس ويا أخ لزينب روحي لها الفداء الحسين صاع زينب قالت لهم دفنهم أخوتي على الثرى محايا دفنهم اخوتي على الثرى دفنهم تقلهم يمكن حركهم حار الرمل حرق ما ضال منهم ويا راحة ولي ما ضال منه بعد زينب تقول اخبار عنه ما حد يجيب اخبار عنهم عافوا اختهم كلهم مشوا عافوا اختهم ولكن الامر الى الله
إنا لله وإنا إليه راجعون. يا الله خلنا نشوف الأيادي مرفوعة لقضاء الحوائج ولشفاء المرضى. يا الله أنا أوصانا بالدعاء يا أرحم الراحمين.